حبايب، ارحب بكم ببرنامجنا الجديد بيت بيوتي، برنامج يخص كل مرأة عراقية تهتم بمظهرها الخارجي، جمالها وأناقتها، وكل شيء راح يخص الفاشن والطبخ واسلوب الحياه، معلومات وكل شيء تشوفوه ويانا كنتوا على السوشيال ميديا راح تعيشوه ويانا هنا ببرنامج. وياكم مينا الشيخلي مهندسه تصميم داخلي، ميس عنبر إعلامية، سمر شاكر ستايلست اخصائيه مظهر. طبعا يا حبايب اليوم حلقتنا حلقه اولى، فمسوي لكم بيها كل شيء عن المعلومات العامه، كل شيء وكلاشي كل شيء كلاشي. راح يكون بيها سويها ولا تسويها، يعني تريكس مال ميك اب، ونخليكم تعرفون شلون تختارون فساتينكم أو ملابسكم حسب شكل الجسم، وهمنا راح نحكي على اساسيات ديكور وتخطيط المنزل. راح نسوي اليوم باميه صحيه وطيبه كلش لازم تكون، بامية عراقية صحية كلنا نقدر ناكلها، وهذا أهم شيء بالبرنامج، إنه برنامجنا راح يدخل ويحل أصغر وأكبر مشاكلكم. وغير هذا كله اليوم يا حبايب عندنا ضيفة جمال راح تولع البرنامج. طبعا ضيفتنا أنا ما راح أقول لكم عليها، لأن راح تكون أخصائية بشيء كل البنات تحبه، كل البنات تحبه وتحبها. وهسه خلينا شنو نبلش الحلقة. يلا نبدي. وبفقرتنا شنو حبايب اليوم راح نحكي عن اشكال الجسم وكل جسم شنو يرهم له. اول جسم هو الساعه الرمليه، واللي عندها هالجسم محظوظه لانه كل شيء يرهم عليها. الساعه الرمليه يكون جسم متناسق، القياسات من الكتف والورك متناسقه، عندنا الخصر راح يصير شويه اضيق. بهاي الحاله دائما نختار انه نلبس احزمه او اشياء بها تفاصيل على الخصر حتى تبرزها اكثر. ثاني نوع جسم هو التفاحه، اللي يكون الجسم من منطقه البطن اكبر شويه مثل دائره بالضبط. ثالث نوع جسم هو الكمثري، اللي يكون شويه من الورك اعرض من الكتاف. النوع الرابع الجسم الستريت، اللي يكون بدون تفاصيل، اللي اغلب الاوروبيين عندهم هذا الجسم. والنوع الخامس الاخير اللي هو المثلث المقلوب، اللي يكون من فوق الجسم اعرض قياساته من القسم اللي جوا. هنا صارت عندكم انواع الاجسام بسهوله تقدرون تحددون جسمكم، وهسه راح نحكي كل جسم شلون تقدرون تختاروا له الملابس الخاصه به. هي غير سمر ثبرتنا بالحكي، على كيفكم. كنت راح انتبه حتى على وجهي. لا مو الواحد لازم يشوف بعينه حتى يفتهم اكثر. لا اغوركم الحركات صح طبعا ولا هي دا تغورنا، ليش؟ لانه سمر جسمها ساعه رمليه، يعني جدا محظوظه. كل اللي دا تشوفوه قدامكم هذا كله يرهم لها، يعني نيالك. احنا ما نحسد بس نيالك. لا تعرفون شنو يقولوا لي على السوشيال ميديا، شو انت شو تلبسين يرهم لك، شنو الفيلم؟ فهنا الفيلم. وهم تقدرون ترى كل جسم يغطي العيوب بحيث ما تبين انه انت عندك عيب بهاي المنطقه. صحيح. مثل عيني اني جسمي يا حبايب، جسمي صاير يعني ميكس تفاحه وساعه رمليه. انا مش وين نجاوب بعض. زين اني جسمي يا حبايب من هنا عندي منطقه كروشه بطونه، فش اسوي لكم خدع بصريه، يعني دا اغشكم شويه. فالبس دائما تشوفون مثلا فساتين اوكي بالطول، وبنفس الوقت تكون مغطيه هذه المنطقه تخفي، واركز على منطقه الخصر. دائما انت تخيلوني كلش ضعيفه، اني جسمي كمثرى، عندي منطقه الكتف دائما اصغر من وركي، بس شنو عندي الخصر صغيروني. فش اسوي؟ العب بهيج اشياء اللي هي كلش مخصره، تجي من منطقة الخصر مخصرة، بالإضافة لهذا مثل ما تشوفون هسه أنا لابسة شتافية، فشنطي كبر للكتف، فأسوي توازن. هي الفكرة كلها ترجعين التوازن الجسم بالهدوم، فيرجع كل شيء متناسق. وتقدرين همينة تلبسين أشياء هنا على الكتف بيها رفلز، بيها مثلا ألوان فاتحة، وتوقين الألوان الغامقة جوا، يعني أي شيء بحركة يكون من فوق. أنتِ تعرفين أني حتى قصة شعري، يعني ما أحاول أرفع عن كتفي على مود حتى ما يرجع يغطي كتفي وينطي مساحة أكبر هنا. قد تغشون. خلي أنا أقولهم على الغش مالتي. أما أنا يا حبايب فأني أحب عادة هذه البلوزات أوكي، اللي تكون مثل ما تشوفون مخصرة ويصير بها مثل كسرات أو رفلز جوا، فتكون دائما منطية إيحاء إنه خصرك صغير، ما عندك بطن، شنو منو ليش تفتهمون؟ أنا أبتعد عنها لأنه حترجع تكبر لي هذا المكان. أي. فش استفاد؟ حيبين شنو؟ بين منطقة الورك أكبر. يعني ما أقول لكم كل بنية عندها جسم، وكل بنية جسمها حلو ان جنرال، ودائما الحلو بالموضوع انه تلبسون الشيء اللي يناسبكم، وحاولوا تتجنبون الاشياء الضيقه اللي ممكن تبين العيوب مع جسمكم. العبوا على جسمكم بحيث ما تبينون المناطق اللي ما تردوها، يعني الواحد من يشوفكم
ما تبين انه عندكم منطقه كبيره منطقه صغيره، وازنوها العبوا بيها. نحاول دائما نخفي العيوب والمناطق الممرغوبه بالجسم باللبس، وعرفي دائما اي ترند وموضه موجوده بالساحه ممكن تلوق لك الا اذا كانت القصه صحيحه بالوان مناسبه، يعني نحاول نقلد كل شيء تقليد اعمى. فنقدر نقول بصوره عامه فتبس خفيفه، مثلا الالوان الغامقه نخليها على المكانات اللي تريد تبين اصغر، الفاتحه على المكانات اللي نريدها تبين اكبر. وغير هذا يا حبايب تقدرون دائما تلعبون هاي الترك، وهاي يعني الخدعه تمشي على كل جسم اللي هي التخصير. دائما حاولوا تلبسون اشياء مخصره، سواء كان ساعه رمليه، جسمكم مثلي، كل هاي السوالف دائما تنطي شيب كلش حلو للجسم. لاحظتي انا ايش اسوي لهم؟ كلها هيك عرض. وهمينه ترى هسه نازل كلش موضه هاي الاشياء الترتره اللي تلمع والكلها بولك وما بولك، هاي دير بالكم تلبسوها على مكانات كبيره بجسمكم لان راح تبينها اكبر اكبر اكبر. بس نقطه اخيره، هوايه اشوف ناس ياخذون القطعه اوكي انه هي مناسبه لجسمهم، بس ينسون نوع القماش. طبعا القماش كل ما كان نازل وذاب نفسه كل ما يبين المنطقه ما يبينها اكثر. يعني مثلا انا عندي ورك عريض ما البس اشياء بها كسرات وقماشها واقف ثخين لان راح يبين وركي زايد. طبعا. البس اقمشه ذابه نفسها هيك هادله مثل هاي بالضبط. يعني تقريبا لا هاي بيها كسره شويه بس لانه لا تنسين ساعه رمليه. بس مو معناته يكون سترج. لا الاقمشه شلون احنا نقول الستان الشيفون الاشياء اللي ذابه نفسها هاي ما تبين المكان، بالعكس تبين اصغر. يعني نقدر نختصر الموضوع. المهم حبيبتي لا تلبسين فشي يراوي التايرات مالتنا من الاخر. بالضبط. اختاري اللي يناسبك ويطلع عليك حلو. تطلعين كيكه. طبعا عاشت ايدك، انا من الناس استفاديت هوايه من هاي الفقره. انت بعيده اكو كميه حب انتشر بالمكان. مثل ما لاحظتوا هاي فقره نفنوف، راح نعطيكم مثل هاي النصائح تفيدكم، واكيد الفقرات الجايه نصائح احلى واحلى. خليكم ويانا. اكيد راح تتساءلون انا ليش حاطه شعري على وجهي. راح ارحب بكم اليوم بفقره حمره وكحله، فقره تحكي عن المكياج وكل اللوكات الحلوه اللي تفيد البنات. اليوم حبيت اسوي لكم لوك سبيشل وغير، وهي سويها ولا تسويها. طبعا يا حبايب اكيد راح تنصدمون تقولون جايه فقره ميك اب اول شيء تخرعينه، بس انا اقول لكم شغله، انه اكو هوايه بنات يسوون اغلاط بالميك اب. راح اراويكم اليوم شلون تقدرون تعرفون الاشياء الصح بالميك اب والغلط في هذا شكلي مثل الاراجوز. فخلينا نبلش. اول شيء يا حبايب مثل ما تشوفون انا قسمت وجهي نصين، اوكي؟ نص يمنى ونص يسرى. النص اليمنى اللي هو هذا الصح، والنص اليسرى اللي هو الغلط. اول شيء نبلش به وهو الفاونديشن. الفاونديشن دائما البنات تكون عندهم مشكله انه يختارون اللون الغلط لبشرتهم. فمثلا اذا كانت سمراء تختار لون كلش فاتح، واذا كانت بيضة تختار كلش غامق، فهذا يؤدي الى هذه النتيجه اللي تشوفوها قدامكم. اما اذا اختاريتوا اللون الصح تصير عندكم هذه النتيجه، يكون لون طبيعي. ودائما انطيكم معلومه، حاولوا لما تحطون الفاونديشن هذا ويا هذا موصول سويه، يعني لازق، يعني مو تقصي لهنا بلند مزجي منا لهنا على مود يطلع الشكل متكامل. اما يا حبايب النصيحه الثانيه وهي الحواجب، اللي يصير انه احنا لما نرسم حواجبنا لازم نرسمها بطريقه انه تكون بهذه الطريقه، فشي يبين طبيعي وحلو، ونرسم شعره شعره. بس اللي دا يصير هسه انه دا نرسم بطريقه كانه دا نجلف القلم بعيوننا، مو دا نرسم شعره شعره، فيؤدي الى هذه النتيجه اللي ابد ما حلوه وكلش تصير يعني تشنع المكياج. اما هسه نجي على الحمره. الحمره عاده البنات ادري كلهم يحبون يكبرون شفتهم، ولكن اختاروا يا حبايب التحديد الصح، واختاروا الحمره الصح اللي تلوق لكم. يعني لما تحددون لا تحددون للخشم، عادي حددوا شويه كبير بس مو للخشم، يعني نص. ولما تختارون اللون كونوا حذرين باللون اللي تستخدموه، مو اسود وانا حاطه حمره نود، كسروا وجبروا. اما يا حبايب نجي على المعلومه اللي كل البنات يغلطون بها، وهي الايلاينر، او مثل ما تشوفون خط العين اللي انا راسمته. اللي تصير المشكله انه كل بنيه ما تعرف شنو الرسمه المناسبه لعينها، فتسوي هاي الغلطه اللي انا مسويتها.
اني مثلا لعيني ما يلوق لها هذه الطريقه اللي هو الزم الايلاينر من هنا لهنا واسحبه واسوي كلش، لانه اني تقريبا عيني نص مبطنه. ولكن اللي يطلع حلو علي هو انه تشوفون ابلش منه حتى ينطيني جره حلوه وبنفس الوقت يعطيني مدى حلو لعيوني. نجي يا حبايب على الاي شادو اللي هو ظلال العيون. ظلال العيون الحلاوه بيه انكم تلعبون بظلال العيون، يبين ممزوج مثل اللوحه. اللي دا يصير هو انه نرسم خط يصير بلوك، لا نسوي له يعني مزج بطريقه حلوه، ما تطلع الالوان حلوه بهالطريقه. اما اذا سوينا له مزج فتشوفون بهالطريقه شلون يبين مموه، يعني تحسون كل شيء متناسق ويا بعضه. بس شوفوا هنا الفرق، تحسون هذا خط وهذا خط وهذا خط، يعني تخرعون خراعات خضره. نيجي يا حبايب على آخر فقرة وهي الكونتور، أو اللي هي تحديد الوجه أو تضعيفه بطريقة أخرى أو ما. الكونتور سووه على مود يصير مثل الشادو أو الظلال، أوكي؟ يعني أنتوا تسوون خدعة بصرية إنه تسوون على وجهكم شادو على مود يبين وجهكم أضعف. بس اللي دا يصير إنه بهالطريقة هذا مو شادو، هذا أنت جالفة الكونتور على وجهك، فدا يطلع بهالطريقة شيء غامق، دا يقسم وجهك كل الالوان، مدى يطلع بطريقه حلوه وممشوقه وراقيه. وانما لما تسوي بهالطريقه لازم تحطين يعني الكميه المناسبه، هي مو بكثرتها راح تبينك اضعف، ولكن بطريقه مزجها وبطريقه وضعها للخد المناسب. اتمنى يا حبايب قلبي استمتعتوا وياي بفقره حمره وكحله، وتعلمتوا من الخطوات او نقدر نقول الخدع اللي انا علمتكم اياها او التريكس، وإن شاء الله يا ربي تستفادون منها. وأشوفكم بفقرة ثانية، بس إن شاء الله ما أكون أخرع بهالطريقة. وصلنا هسه حبايب الفقرة ماشة. ماشة أو مثل ما تسمى بالعامي أكثر البكلة اللي تنحط بالشعر، جمعها ماشات، هي عن الشعر، يعني الفقرة عن شعر وقص وكل شيء يختص بعناية بالشعر، بملاعب الشعر، ملاعب الشعر، قصات، شنو بعد عناية بالشعر. صح. شنو ايش انت بعد؟ اكيد ما راح ننسى المحجبات، بس بالحلقات الجايه اهم الناس اللي لازم تعتني بشعرهم هم المحجبات. بس احنا شنو عندنا هسه؟ اليوم عندنا ضيفه. منو ضيفتنا احنا اليوم؟ حبيبي عذروني لازم اقوم ابوس امي. حبيبي هاي شنو احنا مالنا بوسه؟ لا بالدور ولا ويا عمبر. بس انتوا تتخيلون ماما وياي بالشو وحركات ملاعب العيد. انا قاعد اشوف السبايسز اللي حصر هسه. صراحه اقول لكم شغله، اليوم ماما منورتنا واني لحيت عليها بالموضوع، لانه اللي ما تعرفوا عن امي الغاليه كركوره اسمها كارولين، فاحنا ندلعها كركوره. طبعا هي اخصائيه شعر وتعرف بالشعر وكل هالسوالف، حتدللنا اليوم بالمعلومات. لما قلنا فقره شعر قلت لازم ماما، لانه ماما هي اكثر وحده راح تفتهم بالشعر. ايش ناويه تسوين اليوم؟ يعني شوفوا، هو اني يعني كنت خاله ببالي اعطيكم كشيء كنصيحه. راحت بعيد. ابعد عني خلصي بس تعديل. لا ماما راح تبكي. ماما اسمعيني هذا اللي تشوفون هسه، اللي تشوفون هاي احنا نسميها التقصف، هو احنا نسميها بالعراق قرطيفه. طبعا تعرفون امي عندها صالون قرطيفه، فهي لان هسه مثلا هوايه تصور وتعرفون عندها هوايه شوتات، فتضطر تستشور. تقصف لازم يراد هذا التقصف على الاقل كل شهر ونص شهرين بس تشيلين تسوين تريمينج إليه، يعني بس تعديلات. وعلى طول حمامات زيتيه، يعني هوايه الح عليها، اقول لها تعالي يعني مال بلاش. يعني انت اللي شوفي يعني صدق والله ببلاش، يعني لو عندي نقيت لا، واللي يشوفها بالساره يتخيلها كل يوم لون وكل يوم قصه. والله العظيم صدق يقول المثل باب النجار مخلع. يعني تعرفون شنو، ما دام ماما عندها صالون بالسنه مره اروح، طبعا هاي بلا معارك، يلا وتعالي الصالون شعرك مكفوش وما ادري شنو. فيعني اليوم صارت الحلقه لما قلنا الفقره هي قالت حتقص، بس هي كانت البلان تقص الميس، بس شكله راح يوقع الفاس برا. انا قصيت وهي قصت وكل شيء. بس احنا راح اشرح لكم شلون تعرفون القصه المناسبه، يعني القصه المناسبه لكل شكل وجه. كل شكل وجه، لان كل وجه اكو مثلا الدائري، اكو المربع الكاري، اكو اللي مثل الهارد القلب، اكو البيضوي اللي هو كلش مرغوب، اكو كلش الطويل. يلا يعني شنو هسه مثلا نريد نقصه شويه نطرفه. وين الحزام؟ حكم القوي على الضعيف يا اختي. حزام الناس نجيب الحزام العده.
طبعا مثل ما تشوفون هسه احنا حضرتنا مينا، حطينا لها روب القص روب التعذيب هذا راح يقصبوها. وكانت تحد لنا هسه المقص حتى شنو؟ انتم خنقيفات انتقام انتم. إيه. تقولوا ايش سويت لكم؟ واخيرا قعدناك. يمكن انت جايبين لها مو كوافيره، جايبين لها قصاده. المشكله انه احنا يعني نريد نحاول ان نحسن من صحة شعرها، لأن هي أبدا ما تقبل تقص، وحسب ما قالت لنا كارو إنه ما يصير. خليني أقومها أول مرة أوقفها. هي استخدام الستريتنر كلش هواية، السيشوار كلش هواية، عدم الاهتمام بالحمامات الزيتية مثلا الأسبوعية. لازم الشعر هذا معرض لهالأجواء، مرات تصير ملوثة نتيجة الغازات اللي تتأثر بيها. زين كلش قد تقريبا واحد لازم يقص شعره؟ يعني أقل شيء لازم فد شهرين. كل شهرين ونص تجين تسوين ترميق للاطراف. انتم لا تتصورون يا بنات لما انتم تجون زين وتظلون تطولون شعركم والشعر كله يبدي يطول ويتقصف، هذا التقصف هي الشعره تتكسر ودا تنفتح. زين الشعر لازم ينقص. ماما تدب لي مسامير. لا هسه الحمد لله يعني شوفي نوعا ما مينا شعرها هيلثي يعني صحي وما يخوف نهائيا، بس متابعه وياها لان شايعه قلبي يعني يوميا اتوسل بها 100 مره. بس احب اقول لكم ماما اخذها الواهس وقعدت تك تك. لا والله بالعكس كلش يعني قليل. ماما لا تسوي هالحركات هاي. فد نصيحه همينه كلش مهمه هاي اسمعوها جدا. ما يصير مثلا لما نكون احنا نقص شعر على الناشف نيجي نقصه بمقص اللي هو خاص هذا مال التشفير. اكو مرات بعض الكوافيريه يقصون بهالطريقه على الناشف، هاي المنطقه كلها تخف تودي ثخن الشعر. اشوف اني دائما اللي يسوون هيك شيء تصير اطراف شعرهم بياضه يعني مثل أيوة. مقرطفه. حتى من يطول كله باطوال غير متساويه. فيفضل ان نبتعد شويه من يكون هيك نوعيه شعر. الشعره بيه خفيفه وناعمه وسرحه. يعني نستخدمه مرات بس للشعر الثخين الثكلين كلش هذا. تعالي حبيبه امك تعالي. عندنا الغره مينا جوزي من هاي النظره. نزلي ماما ما يصير تحطين راسك يا بنتي. هاي شلون مشكله هاي طبعا هي وطفله عندي خفقان. من كنت اقص بالمناسبة ولو اني يعني اقاطعك كارو، اني اشوف انه شنو فائده واحد عنده شعر طويل بس تعبان وشكله ما حلو. زين شنو الفائده شنو المتعه؟ وهي هاي أنا على طول اللي أنصح بيها السيدة من خلال هذا يعني من خلال النصائح اللي أنطيها. يعني أوكي طولي شعرك بس يكون صحي حلو جميل ثخين مو مهبهب وسناسل ومدندل ومقصف ومقطع. أنا راح أقول لكم فد نقطة. الشعر أساس. صحيح. اكو واحد يبني عماره اساسها هيك صح. مستحيل. لازم اساس يكون كله متساوي. الشعر نفس الشيء بس يكون الحباب يقتنع. يعني الشعر هيك تحسيه رجع حيوي. تلاحظين؟ شوفي تشوفين هاي الزياده هاي ليش زياده؟ هاي ماما هاي زياده. شعري يا جماعه شعري راح. والله يا ماما دشوهين سمعتي قدام الكاميرا. مارين قدام الملايين. لا بالعكس النتيجه كلش حلوه عاشت ايدك. مع العلم شعرها قليل بس بين هو شعرها تعرفون شنو مثلا اكو تطول شعرها وشعرها كله متقصف وتعبان. زين من يطول كله منتف. طبعا هي تتحجج بان الزوج ما يقبل وما ادري شنو، هو الزوج ما يشوفه، بالتالي هي راح يعني هي تاذي نفسها. صحيح. لان الشعر راح يتاذى، راح يوصل الى مرحله تضطرين تقطعيه. يعني لازم تقصيه الى المكان اللي هو جدا متضرر به. الضرر بالضبط. والتغيير حلو. ما ايش قد حلوه طلعت جميله. فدوه. زين لا انتم بس لاحظوا الشعر ترى كلش قليل اخذ. شوفي مع انه هي ما ماخذه هوايه بس الشعر يعني شلون صار؟ رائع. عاشت ايدك. لا والله صدق كان مقطع. يعني شعري يعني يكون واحد يكون تسمع كلام زين ويكون تجي على طول همينه مثل ما اقول لها. المهم احنا نريد خلاصه هذا الكلام، هذا الموضوع كله. لازم كل مرأة تعتني بشعرها لأن شعرها هو تاج راسها وانت تاج الراس. وصلنا هسه لفقرة رشاقة، واللي أعتقد هي من أهم الفقرات اللي راح تهم البنات، خصوصا الأغلبية يحاولون إنهم يضعفون، وهذا الشيء أي جديات مشكلة الجميع. يعني أنا لاحظ دائما الأسئلة اللي تجي أنا شلون أضعف، عندي عرس بعد أسبوعين، شلون أنزل 5 كيلوات؟ هم دائما يسون هاي السالفة طبعا، إنه هم يريدون قبلها بيوم أنا أريد أصير هسه ماني كان. هاي طبعا ما تصير، لازم الترتيب.
فعلا هذا الشيء كلش خاطئ. من أهم الأمور اللي لازم تعرفوها أنه لازم دائما أنه إحنا نتبع نظام غذائي صحيح، دائما نتقيد بقواعد الهرم الغذائي المقلوب اللي دائما تاخذون منه وجباتكم، عددها، السعرات الحرارية. ما أريد أدوخكم بيها، بس أكو طريقة كلش سهلة، واكيد احنا يعني بطرق بسيطه نحاول انه نعلمكم اياها. اول شيء يا حبايب هي فقره انه اني اجوع نفسي على مود اضعف، هذه اكبر غلطه ممكن تسويها بحق جسمك. ما يصير، لانه اللي يصير انك انت جوعتي روحك ما تاكلين وجبات غذائيه، هذا ينزل لك الضغط، تدوخين، حرمان، ولا تحرمين جسمك من الاشياء اللي لازم يستفاد منها. اي نعم ضعفتي، بس حبيبتي ضعفتي راح تصيرين دبل وتصيرين فانت اختصري هذا الموضوع وسوي لك دايت ويا اخصائي تغذيه، او حتى اذا انت تاكلين الاشياء الصحيه يعني بلا هاليوميه خربيط لا مو هذه كل يوميه تومين وورقه وفاكهه وكل هذه السوالف بلاها. شغله ثانيه، اكو هوايه ناس يفكرون انه اذا يعني ما اكلوا وما عافوا وجبه الريوق انه هذا الشيء صح، انه ما راح يجوعون بسرعه او مثلا راح يطول وياهم فتره الجوع، بينما هو بالعكس. انت اذا ما تريقتي راح تجيك نوبه جوع شديده، يعني تظلين انه انت جوعين تاكلين الاخضر واليابس. بينما اذا انت تريقتي حتى لو جعتي اوكي واحد لازم يجوع بس راح تاكلين شيء قليل، لان يعني انت تلقائيا ماكله قبلها. وهمنا ما راح تظلين هاي السوالف مالتنا النمنميات، نظل ناكل نظل نعبي بين الوجبات اكل مو صحي وما له فائده بس يسمنا وبس. فلازم وجبه الريوق كلش ضروريه، مو بس على مود دايت وما دايت، لانه هي اهم وجبه باليوم، منعتها تاخذين طاقه يومك كله ما تبقين هيك مأساة مخنطله. طبعا يا حبايب اني انطيكم هم نصيحه ثانيه اني كنت اسويها قبل. اني كلش احب اشرب المشروبات الغازيه، وطبعا ويا كنا العراقي اذا ما تحطون مشروبات غازيه هذا الموضوع ما يمشي، لازم شيء ينشرب. بس اني اقول لكم انه اني لما انقطعت المشروبات الغازيه والله العظيم انه حياتي تغيرت وكلش ضعفت، لانه انتم عبالك تشربون بطل ما الشكر. صحيح. اوكي، فهذا كلش يغير. ايش سويت؟ اعطيكم هذه النصيحه يعني من القلب للقلب، انه لما تريدون تشربون او مشتهين مشروبات غازيه خدعوا نفسكم، بدل ما تشربون مشروب غازي حطوا مياه غازيه وحطوا بها ثلج وليمونه. انا هيك تتقش من روحي. صحيح. هي الصودا حتى المشروبات الغازيه الدايت هي تحتوي على سكر دايت ولكن بكميات جدا كبيره، فبالتالي اني ما اريد هذا الشيء. مثل ما قلتي الصودا استغني عنها، قطعه ليمون. والشغله الاخيره انه تقيسين وزن، مثلا كل يوميه تقيسين الوزن، تصعدين على الميزان، ها ضعفت، ها لا بعدني دبه. هاي كلش كلش خطا هذا الموضوع. هاي الشغله اني طبعا كنت اول ما اسوي دايت ماكو، اول يوم لمت ثاني يوم قعدت وقفت على الميزان سحر. طبعا امي تقولي دقيقه يعني انا جالس جسمك يعني. ما اقول لكم هذه شيء يعني المفروض التأني به. صح، التأني كل اسبوع او كل وقتكم. شهر. تعرفين شنو؟ انت اذا تقسمين الوجبات ما راح مثلا 3 وجبات قاعدين تاكلين بها تدوسين. اي بالضبط. انا اسوي. بينما اذا هوايه وجبات باليوم كل وجبه راح تاكلين شوي شوي وتشبعين. صحيح. فيعني ما راح تاكلين هوايه لو تجمعيها خلال اليوم. طبعا حبايب انطيكم نصيحه ثانيه انا ضعفت عليها، وهو الاكل البطيء. احنا يعني ما اقول لكم بس العراقيين وانما كل العراق عندنا هذه العاده انه احنا البلع السريع. البلع السريع يعني احنا ما نمضغ اللقمه اللي بحلقنا. فهذا شو يسوي؟ المعده تحتاج تقريبا 15 الى 20 دقيقه لتستوعب انه اليابه يا جماعه الخير اللقمه نازله للمعده، انتظروا دا اشغلها. احنا اوريدي تكون ب 15 دقيقه خلاص نسفنا. ليكم السلام عليكم. فحاولوا دائما يعني لما تاكلون شغله، ادري شويه الموضوع راح يكون بالبدايه متعب لانه يتعب فجكم مش قد ما لا وريد نستمتع اكزاكتلي، بس راح تستمتعون اكثر بالاكل وراح تشبعون اسرع. لا تنسون يا حبايب تلتزمون بالنصائح اللي انطيناكم اياها على مود تصيرون رشيقي وسمباتيك. طبعا يا حبايب هسه ننهي الفقره اوكي، وان شاء الله يا رب تكونون استفاديتوا بكل هالمعلومات والنصائح انطيناكم اياها، وخليكم ويانا بفقره احلى واحلى واحلى منها. هلا يا حبايب، جيناكم اليوم بفقره الطبخه. طبعا طبختي المفضله والاكل، وانا عود ملكه الاكل والهالسوالف. اليوم يا حبايب راح نسوي لكم باميه، ولكن باميه شنو؟ صحيه.
يعني صحيه وهيك يعني قمه الصحه. يصير ثريد باميه يعني عاد؟ لا صحيه. ما ترهم. راح نسوي لكم باميه ويا تمن اسمر. هسه حطينا البصل وحطينا الثوم، راح اضيف بعد فد ثومه، ثومتين، 2 3 كله كله بعدين يكتلونه. اوكي راح احمسها وراح انزل وياها اللحم اللي سلكته على مود اشوحه ويصير بطعم طيب. فننزل اللحمات الطيبات. يلا بنات تعالوا ساعدوني. هسه اللي نريد نسويه، نجيب لك الجدريه، جيبي لنا جدريه عمد الباميه، واريد منكم انه الطماطه اللي قطعناها راح نسويها مي طماطه فريش. اوكي اوكي اقول لك اياها اني. تفضلي حبيبتي ساعدوني، مو كل شيء اسوي قوم انا. التعاونة ماذا شفتوا؟ بس انا حسوي لك هوس هسه بخلاطي. لا خليه، لازم حبايب، يعني هاي نصيحه مني لكم، على مود يطلع الاكل طيب وفريش تجنبوا معجون الطماطم، اخذوا طماطه فريش تنطي طعم الاكل خرافي. خصوصا اهل السكري، طبعا يعني نسبه السكر الموجوده بالكاتشب معجون الطماطم كلش عاليه. فشو اسوي لكم؟ نحط شو اسوي لكم؟ راح ناخذ الطماطه وراح نحطها بالخلاطه ونخلطها لحين ما تصير مي. طبعا هسه ميوسه تحط لنا الطماطه بالخلاطه. ايش قد حلو اخلط لكم اياها ومفتوحه واسوي لكم مصيبه هسه بالحلقه كلها. اضربيها ضربا مبرحا. كلش ضرب مبرح اسوي. بس سمعوا هسه النغمه يا الغاليين. ترى اني حمل هذا الصوت. هلا 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 إنه صارت هلا 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 هلا. فيديو آدي خليها هاي النار ما مشتغله جواها. طبعا يا حبايب هسه وخرنا اللحم دي ينحمس على صفحه، هنا جبنا جدريه ثانيه على مود نسوي بيها حمسه الباميه. هسه راح نجي نسوي حمسه الباميه، راح نضيف القليل من زيت الزيتون. ايه هوايه خلاص كافي عاد صحي لا نزاغل. هو احنا ندور صحي بس الاكل الدسم طيب، بس يعني صدق مؤذي، يعني مؤذي على القلب، مؤذي يعني صحه الانسان، يعني بالمجمل هو كلش مو زين. هسه نبلش نخلي ثوم، واحد مقشر كم حبايه روس، واحط روس ثوم حطيناه، راح نقليه، راح نحط وياه راسين ثوم، ادري ما مقشرين طبعا غسلوهم انتم قبل، راح نحطهم هنا ونبلش نحمس بيهم. ابلش بحمسه الثوم، نحمسه. انت ما مجربه الباميه تشيبس؟ لا هاي هاي الاوكرا مجربتها. تشيبس يسموها. انا طيبة؟ كلش طيبه صدق؟ يعني اكو بالمحلات تلقوها باميه مسويها يعني مجففيها هي ومجموعه خضار، بدل ما تاكلون هذا الشيبس المو صحي المليان. تخيلي تشيبس باميه ويكونوا مسوي بطريقه ما نسوي لهم اياها في يوم الفقره. انا اشتهيت اجبار صحيه. اي خش على مود تطلع في شغله طيبه. حبيتها هاي. طبعا يا حبايب هسه الثوم هلا هلا طلعت الريحه. اشوف خلص النار. الله طلعت الله. الريحه وروحي طلعت وين يلا الريحه؟ الباميه هسه ايش راح نسوي؟ راح نحط الباميه فوق الثوم ونحمسها. مو هيجي على كيف على مود لا يطلع هاي الماده اللي بيها. يمكن ما يتقلب هو على مود يطلع هذا الماده الصمغيه اللي بيها. هسه يا الغاليين جبنا الرز صغيره جدريه صغيره شكنوا مي مشكنمه. ليش؟ على مود دائما اذا تحبون تضعفون وتسوون مثلا حميه صحيه حلوه وتكون فد شيء مناسب لجسمكم وما تسمنون به، حتى كميه الاكل سووها صغيره. ماعين صغار، ماعين جوره صغار. هي بيتي بيوت. مره سمر قالت لي شلون ضعفت. سمبتي كنت اكل تمن ماعون كامل ما اشبع ادامه، هيك قمت شو اسوي؟ أي. اجيب الخاشوقه مال استكان أي. واكل بها، ما كان ما اكل هذا ماعون التمن الكبير، اكل لي صحن واني شبعانه لان على ما توصل التمناي واكلها وتنهضم يصير شبعانه. كان عندي طريقه ثانيه. اي احد قاعد على السفره نفسها بده ياكلون بالمواعين الكبيره، اني لا اجيب طاسه. فانت اوريدي الطاسه من تحطين بيها التمن تحسيها ملت. مشكلتنا احنا مرات عيننا تاكل اكثر من ما احنا جواعه لو شيء. قللوا بس مو الكميه. الماعون صغروا، حتلاحظون نفسكم قمتوا تاكلون اقل لان انتم عينكم دا تشوفه مليان. ومنو بيكم حبايب راح تقوم تسوي لي التمه اللي انخبصت بالباميه اني؟ سمر خانم حتسوي. يلا سمر خانم. هي راد لها روحها للقاضي، بس مجرد مي. ها انت سويتي صفار. اي بزل. يعني مود صحي. مي لحد نحط وياه شويه زيت زيتون، طبعا كميه المي ضعف التمن شويه. احنا كله القليل وهذا كله راح ينذاب يعني. ونخليه لحد ما يفور، نخلي التمن. ملح وينه؟ هذا شويون. هذا الملح
أي. لا لانه راح ينذب فيصير ماسخ. ممكن نحط معجون، مو معجون، مية الطماطة. يلا، هسه راح يلا. نحطها بعد ما حمسنا البامية والثوم. نقول بسم الله. ايوه يا اختي. هلا. احط حطي بعد. بعد خليه كله صب. هيك تصير ثخينه اي طيبه. اهم شيء ثخينه. هي تصير حامضة وحلوة. ثخينه وحامضه همينه. هسه راح نحمسها سوية ونخليها على نار هادية لحد ما احنا نسميها تقرب. مينا انت ما تحطين تمر هند فيها؟ بدنا نسويها هيلثي. تمر تمر هند هند. حموضه. حموضة. خلاص لا ليمون دوزي راح نحط. ماله ليمون. لا لا ليمون دوزي ها، دائما ليمون. نحاول يعني القليل منه بس نحاول نتجنبه. هو الليمون عادة. ترى يكفي. اي ليمون شوية وراح نضيف هاي وصفة امي مم. القليل من الشكر. شكر. السكر اي الشكر يعني ما بالأخير. راح نحطه هواية على مود تصير حامضة حلوة. هي والحامض. انا احب اكتر لكم المطبخ. الله هاي بخور بخري. بخور. الله بعد الريحة. راح احول اللحم اوكي واحطه. بس شلون منظر باع اللحم؟ بقى هاي اللحمايات نحطها شلون هنا. لاجحه. لاجعة. طبعا كلها هيلثي ما طايفة زيت. واهم شيء يعني هاي الجذوره هسه اللي سووها كلش زينه، مفيدة، إيه. ما يلزق عليها شيء، فما محتاجين كميه الزيت اللي احنا كنا نستخدمها، بالاضافه اللي هي اصلا مصنعه من مواد ما بيها يعني ما تتحول الى سموم بالحراره او من تشخط او غيره، فانا افضل يعني صحيح هي ممكن اسعارها ما تكون رخيصه رخيصة. بس قطعه تقدرين بين فتره والثانيه تشترين قطعه، كل فتره تشتري الى ان يصير عندك السيت كامل. راح ابلش احرك اللحم. هنا طبعا عندنا غلة المي مال التمن. راح نحط التمن. ايوه خليني اني اصب لها يلا. عافيه. يلا خطيه ما سوت طماطه وهالسوالف. خلينا نسوي لنا طبعا هذا التمن نخليه شوي لحد ما شويه ينشف المي ونحسها استوت يعني تبين نص استاو ونشيل المي منها. هنا هسه نزلنا مية اللحم. شو راح نسوي؟ راح نبلش نخوط وطبعا نضيف البهارات الزينه. تعملي كده تعملي كده بالايد تعملي لازم. كده. نصرت. نظرة هاي صارت تسوون هيجي ملحها اوكي. قتالي هاي قتالي. الفلفل شوية ليمون دوزي اوكي والشكر نخليه بالاخير. لانه عندنا بعد ليمون فما خلينا ليمون دوزي أي. هوايه. راح نحط القليل من الليمون اوكي وراح ابلش اخوطها ونخليها على نار تستوي على نار تستوي هاديه. على نار هاديه. طبعا حبايب لازم تعرفون شغله لما تطبخون اي شيء حاولوا تحطوا يعني يكون عندكم وقت لما تطبخوه وطبخوه على نار هاديه. يطلع كل ما أطيب. يطبخ على نار هاديه كل ما الطعم يصير اطيب. هسه ايش حنسوي؟ ننتظر الطبخه لحين ما تيخ ونهجم. وتختخ ونهجم عليها. بوكسات. الله استوت الباميه. استوت الحلوه. وقلوبنا استوت. استوت والله قلبي استوى على هالباميه. خلي نصبها. يا بيه صب التمن حبيبتي. جيبي هذا قربيه هنا. يا الله اريد اكل. يما نقول بسم الله. نوزعها على الموز يمكن. عاشت ايدك فتشيب. والله انا مت الجوع. انا راح انهار من الجوع. اشوق اي غير نقعد هناك نحط الزلاطه والتمن والدنيا يا بقى والهاي. زلاطه يعني من الفقره اللي بحب اقول لكم من الجوع والله وانا مت الجوع. اتمنى استفاديتوا من وصفتنا الصحيه للباميه. روحوا هسه تحركوا للمطبخ وسووها وادعونا. لحظه احنا متى نحكي ايه بدنا نحكي كلها من الجوع. نم. الله ياكم. فقره ثانيه. الله ياكم. ايش يسوون توم وجيري؟ لو تعرفين المأساة. عجبي يعني مقعدتني هاي القعده لان اختها انتقلت البيت وما تعرف شو تسوي بيه. هي انتقلت البيت انا نهجم بيتي. انا ايش علي؟ زين فيعني ساعة تقول اريد كرويته احطها بالصالة. كرويته تريد انت شيكويت ساعة تقول كلاسيك. زين فهمي انت ايش تبني فهميني لا افهم. ولهذا السبب يا حبايبي جماعتكم. جماعتكم اليوم طبعا المشكلة خلينا نقول لهم للمشاهدين حبايب قلبي رجعنا لكم هسه